احنا كطلاب محتاجين نفرق ما بين فكرة النظام البيئي والبيئة. احنا عرفنا خلاص ان البيئة هو المكان اللي انا بعيش فيه وبيضم عناصر طبيعية وعناصر غير طبيعية بتتفاعل مع بعض. لكن فكرة النظام البيئي هو مكونات البيئة وعلاقة التأثير والتأثر اللي بتحصل ما بينهم. بمعنى اعتبر ان البيئة دي عبارة عن زي السلسلة او زي السبحة، ما ينفعش ان انا اشيل منها عنصر واتوقع ان البيئة كنظام تفضل زي ما هي. بمعنى انا دلوقتي عندي انسان وعندي حيوانات وحشرات وبكتيريا وطيور وزواحف. هل يا مستر هيحصل حاجه لو قضينا مثلا على كل الحشرات، سواء بقى الذباب والنمل والجراد والنحل كلها حشرات؟ هيحصل حاجه؟ طبعا. ان في كائن بيعتمد في النظام الغذائي عليهم، وفي كائن بيعتمد هم بيعتمدوا عليه في النظام الغذائي. يعني هم شوف بيتغذوا على ايه، فساعتها اللي هم بيتغذوا عليه يعني هيزيد عدده، يزيد يدمر البيئه، واللي بيعتمد عليهم عدده يقل. ساعتها اعرف ان هي سلسله ويحصل لها ايه؟ تتفرط، تبوظ. وده اللي انا بكلمه على النظام البيئي. فقال لك ان النظام البيئي هي عباره عن منطقه متكامله تضم كائنات حيه وكائنات غير حيه موجوده في مكان معين تتفاعل مع بعضها البعض وفقا لنظام دقيق ومتوازن في ديناميكيه ذاتيه لتستمر في اداء دورها. مستر اديني مثال لفكره النظام البيئي اللي هو عباره عن منطقه فيها كائنات حيه وكائنات غير حيه بتتفاعل مع بعض. والله نعطي مثال مثلا على ايه الكائنات الحيه؟ الانسان اي كائن حي، انسان وحشرات وحيوانات وكائنات دقيقه وزواحف وبكتيريا. وحاجه غير حيه مثلا نفترض مثلا الهواء، الشمس. هل الشمس هو كائن غير حي؟ اوكي، لو انا منعته من وجوده في البيئه بتاعتي انا هتاثر؟ امال هتتاثر يا عزيزي، هتتاثر لان الشمس بتعتمد عليها كل الكائنات الحيه. كل حاجه حيه بتعتمد على الشمس، ساعتها كل حاجه بتموت. طب مستر والله يعني، طب انا بقى لو قضيت على كل الحيوانات حد هيزعل؟ طبعا. الانسان بيعتمد عليهم في النظام الغذائي، فساعتها اولا الانسان هيتضر وممكن يموت. وشوف هم كانوا بيعتمدوا على ايه؟ كانوا بيعتمدوا على بعض الحاجات زي مثلا الكائنات اللي هي اكله للعشب. ساعتها العشب يزيد والدنيا برضو بيحصل لها نوع من التدهور. فقال لك هي عباره عن كائنات حيه وكائنات غير حيه بيتفاعلوا مع بعض وفقا لنظام دقيق. ما ينفعش ان انا ازود كائن عن الاوفر او زياده قوي واقلل كائن. لا لا لا، هو نظام ربنا اوجده. هتلعب انت بقى في النظام هيؤدي لتدهور البيئه. يبقى النظام البيئي هو عباره عن كائنات حيه وكائنات غير حيه بيتفاعلوا مع بعض بصوره ديناميكيه. كلمه ديناميكيه يعني متغيره، يعني التفاعل متغير مش ثابت. طب تعال كلمني على بعض الحاجات اللي موجوده في اي بيئه وازاي بتدخل البيئه وازاي بتخرج منها. يعني ايه؟ انا دلوقتي هتكلم مثلا عن كذا مثال ازاي بيدخل البيئه، موجود هي ازاي، ايه اللي اوجده، وازاي بيخرج من البيئه. فانا بتكلم عن حاجه اسمها مدخلات ومخرجات النظام البيئي. ركز. هبدا بالشمس. انا في البيئه بتاعتي، انا في اسكندريه، اوكي؟ فازاي دخلت وازاي تخرج؟ والله يا مستر لو انا بتكلم هو انا احمد، فالشمس بتدخل البيئه بتاعتي عن طريق حاجه اسمها الاشعاع الشمسي. دخولها اسمه اشعاع شمسي. طب يا مستر كويس، ده كده الدخول. فتدخل الشمس عن طريق الاشعاع الشمسي. طب كيف تخرج؟ تخرج عن طريق اشعاع اسمه الاشعاع الارضي. ما انت عارف بقى، خدنا المره اللي فاتت قلت لك ان الاشعاع اللي بينزل للارض لازم يرجع للفضاء. لو فضل الاشعاع الشمسي جوه بنتحرق، بنموت. فمعنى كده الاشعاع الشمسي ده اللي جاي، طب بيجي على الارض فالارض ترد للفضاء، يصبح اسمه الاشعاع الارضي. طب افرق في السؤال مدخل ولا مخرج؟ يعني مثلا اي من الاتي مدخلات الاشعاع الشمسي ولا الاشعاع الارضي؟ يعني مدخل يعني ده كده اشعاع شمسي. طب مخرج يبقى خرج، ده بيخرج بقى عن طريق اشعاع ايه؟ الارضي. وطبعا مش هتكلم واقول ان الشمس من اهم المدخلات وكل الكائنات الحيه بتعتمد عليها. المدخل والمخرج اللي بعده بيكلمك على الميه، ازاي الميه بتدخل البيئه. فبيقول لك هي كمدخل اشعه الشمس بتعمل على تبخير الميه، بتتكون السحب، بيحصل تكاثف وتساقط في شكل امطار. يبقى عمليه دخول الميه اللي هي ايه؟ انهار، برك، مستنقعات، اي شكل ميه بينشا نتيجه مطر. اي شكل ميه عذبه بينشا نتيجه مطر. مستر فهمني حبيب قلبي، لو انا عندي شويه ميه كده راكدين في الارض، بتيجي اشعه الشمس بتبخرهم فبيطلعوا فوق، بيتصاعدوا، بيعملوا لك سحابه.
تتكاثف تسقط المطر. ده كده مدخل. مدخلاتها عن طريق عمليه ايه؟ عن طريق عمليه التبخر والامطار دخلت البيئه. طب ازاي الميه اللي هي ممكن تكون بقى ايه هنا؟ نهر مثلا بيخرج من البيئه، تخرج في صوره يا اما النهر ده بيتبخر، يا اما بيحصل له نتح، يا اما بيحصل جريان. مش فاهم؟ يعني يا اما الميه اللي نزلت بعد الشتاء تتبخر بسبب الشمس فخرجت، فعشان تعيد الدايره بقى فتنزل تاني فتخرج تاني عن طريق التبخر، فتنزل تاني فتخرج تاني، يا اما بتخرج عن طريق التبخر يا اما بتخرج عن طريق النتح. يعني النتح يعني مثلا هو عباره عن عمليه بتحصل في المزروعات في الشجر، وهو عباره عن ان انت ممكن تلاقي ورقه الشجره فيها شويه بخار كده يعني زي الندى، ده كده معناها ان هو الميه بتخرج من البيئه بتاعتي، النبات بيطلع الميه اللي جواه، عمليه نتح. او الجريان، جريان يعني نهر، النهر والله الدنيا شتت فالنهر اتعمل ومشى وبعد بقى الميه بعدت عن المنطقه اللي انا قاعد فيها. يبقى مستر كيف تدخل الميه الى بيئتي؟ يعني ايه المدخل بتاعها؟ فكره التبخر وسقوط المطر، دخلت الميه، سقوط المطر ده كده مدخل. طب كيف يخرج او كيف تخرج الميه من بيئتي؟ عن طريق يا اما التبخر ان الميه دي تتبخر، يا اما رقم 2 عمليه نتح ما بين النباتات او جوه النبات، يا اما رقم 3 جريان، الميه جرت ومشت من بيئتي عن طريق الانهار. طيب مثلا المدخل والمخرج اللي بعده التربه، كيف تدخل التربه البيئه؟ ازاي التربه الزراعيه بتتكون؟ قال لك ان التربه عشان تتكون محتاجه الشمس والميه اللي بتفكك الصخور وتفتتها وتكون التربه. بمعنى انا عندي صخره، الصخره كانت صلبه شويه، طب كيف تتحول صخره لتربه؟ انا بتكلم على المدخل اهو. قال لك والله بتيجي الشمس، فالشمس هنا بتعمل عمليه تسخين للصخره، بتسخنها فيحصل مثلا مطر، فالمطر ده بيؤدي الى انخفاض درجات الحراره اللي في الصخره بصوره مفاجئه، فكأن بيحصل عمليه ايه؟ اختلاف حراري بتؤدي لتفكك الصخره وتحولها لتربه. مستر انت مش نافع في العلوم، انا هديك مثال تاني. هات حله او قطعه حديد، حله وحطها على النار، حطها على النار ومن غير ميه، من غير ميه، وولع على الاخر نار بقى، وحط مره واحده ميه. طب يا مستر حلو حطينا الميه هتعمل مع تكرار عمليه وان انا اسخن وافضل احط ميه، اسخن واروح حاطط ميه مره واحده بسرعه وميه ساعه، هتلاقي ان الحله ضعفت، بل ان ممكن تتكسر وتتفتت، وده اللي بيحصل للصخره مع درجه حراره عاليه ثم امطار بدرجه حراره بارده. بيحصل بقى ايه؟ بتتفتت تتكسر فتتكون التربه. فمعنى كده التربه تكونت نتيجه ايه وايه؟ شمس تدي حراره عاليه ومطر يدي درجه حراره قليله، فالتربه ايه؟ تتصدع تتكسر فتتكون التربه. تكونت التربه نتيجه اتحاد الشمس والميه وتفتتها. كيف تخرج التربه؟ امتى تربه زراعيه تموت؟ انا بتكلم على المخرج اهو. بتخرج في كذا حاله، 1 تصحر، او رقم 2 تجريف. بيقول لك تفقد التربه بعض عناصرها يا اما عن طريق التعريه او التصحر او التجريف. بالراحه اتكلم على التصحر. التصحر دي حاله طبيعيه، يعني ايه؟ يعني جاي عليها تراب اصفر. انا عندي تربه زراعيه بيجي عليها تراب اصفر، يبقى التربه هنا ماتت، لان طبعا التراب الاصفر اللي هو رمله الصحراء متملحه او فيها ملح فبتبوظ التربه، فبيخرج عن طريق التصحر، بتموت التربه التصحر دوت، وده سبب طبيعي. او التجريف. يعني ايه التجريف؟ يعني انا جيت احمد عندي ارض زراعيه فشلتها عشان ابني مكانها، يبقى موتت التربه ساعتها. او عن طريق عمليه التعريه، الهواء بيجي ياخد التربه ويرميها في حته ثانيه. فمعنى كده لما يقول لي مثلا تجريف التربه مدخل ولا مخرج؟ لا ده مخرج لان انا دمرتها. طب والله اتحاد الشمس مع الميه وفتتوا الصخور، ده كده مدخل، انا بوجد التربه. طب عمليه ان الرمله الصفراء بتاعت الصحراء بتيجي على التربه، ده بالنسبه لي اسمه ايه؟ اسمه مخرج، لان التربه بتتدمر. اوكي. نوع تاني من المدخلات والمخرجات النبات. كيف يدخل النبات عندي في البيئه بتاعتي؟ عن طريق الزراعه، يا اما عن طريق الزراعه ودي حاجه بشريه، وان انا استنبط انواع جديده وتنقل البذور بواسطه الرياح والانهار. ركز معايا. ازاي النبات بيتواجد في اي بيئه؟ عن طريق حاجتين، يا اما حاجه طبيعيه يا اما حاجه بشريه، يا اما اسميه نبات طبيعي يا اما اسميه نبات بشري. النبات الطبيعي زي الحشائش. ازاي الحشائش والغابات دي طلعت؟ عن طريق الهواء اللي بيكون جواه بذور اسمها بذور حبوب اللقاح اللي بتترمي على التربه. يعني مثلا ادينا مثال كده عشان انا حاسس ان انا يعني انت بتعرف تشرح ساينس. نفترض انا احمد هو واقف ودي ارض عاديه، تربه، فالهواء اللي حواليا، يعني الهواء اللي حواليا بيبقى فيه بذور او حبوب لقاح انت ما بتقدرش تشوفها بعينك. الحبوب دي اللي في الجو بتبدا تترمى على الارض،
مع بقى سقوط شويه امطار تبدا عمليه ظهور الايه؟ تبدا عمليه ظهور النبات الطبيعي. الله عليك يا فنان، يبدا يظهر النبات. طب العمليه دي هل الانسان اتدخل فيها؟ لا. يبقى لو قال لك بقى الحبوب اللي بتترمى على الارض والدنيا تشتي فالنبات يطلع، ده كده مدخل. طب مدخل طبيعي ولا بشري؟ ده طبيعي لان دي حاجه طبيعيه. او الطريقه الثانيه بقى ان الانسان يجي بنفسه ويزرع محصول قمح قطن قصب، ساعتها اسمه محصول زراعي او نبات بشري، برضه ده مدخل. ده كده مدخل وده كده مدخل. تعال بقى نتكلم على المخرج. ازاي يخرج؟ لو انا بتكلم على المحصول امتى يخرج؟ عن طريق عمليه الحصاد، ان انا احصده، ان انا اشيله بقى عشان اكله. طب ازاي النبات الطبيعي يخرج من بيئته؟ عن طريق القطع او عن طريق عمليه الازاله، ان انا اقطع لو هو شجر ان انا اشيله، ولو حشائش ان انا اقطعه. فبيقول لك بيخرج النبات عن طريق الحصاد لو كان طبعا محصول، وازاله الغابات والحشائش عن طريقي انا، ده ساعتها بيخرج النبات الطبيعي. طب تعالى بقى للجزء المخرج والمدخل اللي بعده، وهو الحيوان. كيف ياتي حيوان الى بيئه انا عايش فيها زي اسكندريه؟ رقم واحد، بيدخل البيئه عن طريق عمليه الهجره. طبعا هو الميلاد اكيد ان هو ممكن يتولد جوه البيئه بتاعتي، او ان هو يجي لي من بيئه ثانيه. يعني مثلا انا قاعد في اسكندريه، فعلى سبيل المثال لقيت ايه مثلا، ممكن نقول ايه، فرس نهر داخل كده عليا في الشارع. هل دي بيئته؟ لا مش بيئته، يبقى هو جاي عن طريق عمليه الهجره. طب كيف يخرج؟ يا اما عن طريق الهجره، يعني هو بيدخل هجره وممكن يقعد شويه عندي ويخرج بقى يروح بقى اي بيئه ثانيه، يبقى بيخرج عن طريق الهجره، او عن طريق الصيد، او عن طريق الموت، يا اما اصطاده واقتله يا اما هو بيموت. طب مدخل ومخرج تاني، الانسان يبقى انا بتكلم على ان هو بيدخل البيئه عن طريق طبعا الميلاد، وبيخرج من البيئه عن طريق ايه؟ الموت والتحلل. هسالك سؤالين. انا كده اخدت الشمس، ركز معايا، واخد الشمس والامطار اللي هو الميه، شمس وميه وتربه ونبات وحيوان وانسان. مين من السته اللي بيأثر على كل العناصر الباقيه؟ مين من السته بيأثر على كل العناصر اللي باقيه؟ والله يا مستر اللي بيأثر على كل حاجه فيهم الشمس. يعني الشمس هي اللي بتأثر على كل حاجه. طب مين اللي بيتأثر بكل حاجه فيهم؟ بيتأثر بكل حاجه فيهم. والله يا مستر اللي بيتأثر بقى بكل حاجه فيهم الانسان. يبقى لو قال لي مين اللي بيأثر على الباقي، الشمس مأثره على الميه ومأثره على التربه والنبات والحيوان والانسان، كلهم محتاجين الشمس. طب مين اللي محتاج الباقي بقى؟ الانسان محتاج الشمس ومحتاج الميه ومحتاج التربه ومحتاج النبات ومحتاج الحيوان. انا كده اتكلمت على معظم المدخلات، ازاي بتدخل وازاي بتخرج من البيئه بتاعتها. يلا بينا. اي العبارات الاتيه تعد من مدخلات النظام البيئي. ايه من هنا؟ مدخل. كلمني على مدخل. طب ازاله الاشجار كده مخرج، لان كلمه ازاله تدل على انها مخرجات. جمع المحاصيل الزراعيه يعني حصادها، ده برضو مخرج. هو ما قاليش انا هزرع، قال انا هشيل المحصول. تملح التربه الزراعيه يعني التربه الزراعيه تملحت، واذا تملحت التربه ماتت، فده برضو يدل على ايه؟ يدل على مخرج. استحداث بذور قمح جديده، ان انا اخترع بذور قمح جديده عشان اعمل لها عمليه الزراعه. ايوه طبعا الاجابه بالنسبه لي ايه؟ ده استحداث لبذور القمح الجديده، لان ده يعتبر بالنسبه لي ايه؟ مدخل، يعني حاجه دخلت البيئه. طيب التوازن البيئي. مستر انا هنا بتكلم على التوازن البيئه، وهو ازاي احافظ على البيئه اللي موجوده عندي. ازاي احافظ على البيئه اللي موجوده عندي؟ التوازن البيئي معناه ايه؟ معناه ان كل حاجه ربنا خلقها تفضل زي ما هي، بالكم اللي ربنا خلق بيه الحاجه ديت. والله ربنا خلق كميه معينه من الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، وكميه معينه من النبات، وكميه معينه من الحيوانات، وكميه معينه من التربه، وكميه معينه من الاسماك. فالحاجه دي يفضل التناسب ما بينها، اكيد مش كده هيزيدوا، بس يفضل التناسب ما بينهم موجود. ما لاقيش حاجه زادت بكم اكبر عن الحاجه الثانيه، لان هنا ساعتها البيئه بتتدهور. فالتوازن البيئي معناه ايه؟ بقاء مكونات وعناصر البيئه الطبيعيه على حالتها دون اخلال. ما يحصلش ان الاقي حد من البيئه، زي مثلا ما ينفعش الدبان هو مخلوق بكميه معينه، ما ينفعش ان الاقيه بقى ازيد بمعدلات ضخمه عن غيره، ساعتها هيأثر على البيئه بالسلب. لا انا عايز نفس النسبه او التناسب اللي ما بين الكائنات الحيه والغير حيه. طيب
ويعد اهم عناصر النظام البيئي. لازم كل حاجه تفضل زي ما هي، بقاء مكونات وعناصر البيئه كما هي. طيب انا دلوقتي في النظام او الوقت اللي احنا عايشين فيه مفيش توازن بيئي. انا في ايه؟ في اختلال للتوازن البيئي. يعني ايه اختلال للتوازن البيئي؟ يعني البيئه عندي فيها اختلال، حاجات بتزيد من الغازات عن نسب تانية، نسب للحيوانات بتقل عن نسب تانية، حيوانات مهدده بالانقراض، البيئه بقت غير مؤهله. فايه سبب حدوث اختلال للبيئه اللي احنا عايشين فيها؟ طب مثلا لو انا سالت اي حد عاقل وقلت له ايه سبب اختلال النظام البيئي؟ ليه البيئه عندي متدهوره سيئه مش في احسن حالاتها؟ هيقول لي والله اختلال التوازن البيئي ليه كذا سبب. البيئه اتدمرت عندك يا ابو حميد لكذا سبب. واحد، الثوره الصناعيه. مش محتاج اقول طبعا ان الثوره الصناعيه انا لسه شرحها في الجزء اللي فات، وقلت لك ان انا بتحول من زراعه لايه؟ من زراعه لصناعه. طب ما هو عشان اصنع محتاج ايه؟ محتاج عوادم ومصادر طاقه حفريه وحراريه زي البترول والغاز والفحم، ودول اللي بيطلعوا نسبه من التلوث بتدمر البيئه. عشان كده بقول لك الثوره الصناعيه وما ترتب عليها من نتائج سلبيه زي معدلات التلوث واستنزاف الموارد. فاول سبب اسمه سبب اقتصادي، وطبعا معظم الاسباب اسباب اقتصاديه. اقتصادي له علاقه بمصادر الطاقه والنفط، وممكن مصادر الطاقه الحفريه والاحفوريه. ده اول حاجه يخلي البيئه تتدمر. تاني سبب عمليات التعدين، استخراج البترول والمعادن وقطع الغابات التي ادت لارتفاع درجات الحراره، وبالتالي حدوث تغيرات مناخيه لها تاثير سلبي على النظام البيئي. حبيب قلبي، بيقول لك ان من ضمن الاسباب قطع الغابات. يعني ايه مثلا قطع الغابات؟ افهمك. انا عندي غابات، ايه وظيفه الغابات؟ تمتص ثاني اكسيد الكربون وبتطلع مكانه اكسجين، يعني بتمتص التلوث وتطلع مكانه هواء نظيف. نتيجه للثوره الصناعيه برضو، ونتيجه لان احنا محتاجين اشجار وخشب، قطعنا الغابات، فما بقاش عندي اللي يمتص ثاني اكسيد الكربون ولا يطلع هواء نظيف. فادى ده لايه؟ ادى لان السي او 2 بيزيد. السي او 2 اللي هو ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. وده لو نسبته زادت بيمنع ان الاشعاع الشمسي يرجع للفضاء، فبيخليه موجود، فبيؤدي للاحتباس الحراري. شفت البيئه بتتدمر ازاي؟ طب ادى للاحتباس الحراري. انا بقول لك اهو، بص كلها بتؤدي لبعض. احتباس حراري يعني درجات الحراره يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى التلج اللي في القاره القطبيه الجنوبيه والمناطق الجليديه يحصل له ايه؟ هيسيح. يبقى منسوب البحر هيزيد. يبقى المدن والشواطئ هتغرق. ساعتها البيئه كلها بتتدمر. يبقى اول سبب الثوره الصناعيه، وده سبب اقتصادي. السبب الثاني عمليات التعدين وقطع الاشجار واللي بترفع من معدلات الايه؟ التلوث. كل ده يؤدي بقى لاختلال التوازن. طب او التدهور البيئي. طب ايه تاني من الاسباب؟ الافراط في استخدام المبيدات والاسمده، وده اللي بيدمر التربه الزراعيه. ما هو دلوقتي السكان زادوا، فانا محتاج ااكلهم بصوره مستمره واوفر لهم محصول، فمش هستنى افضل جنب القمح لحد ما يطلع، لا اديله اسمده كيماويه، اديله مبيدات، خلص بسرعه. فساعتها ده بيدمر التربه، فبيدمر البيئه. شوف مين كان بيعتمد على التربه من الكائنات الدقيقه، وشوف برضو مين يعتمد على المحصول، فالتربه تموت. هنزرع ايه بعد كده؟ ده برضو من الاسباب. الصيد الجائر للطيور والحيوانات البريه. فكره ان انا اقتل حيوان دي كارثه، كارثه طبعا. ده اسمه صيد جائر ويؤثر على غيره من الحيوانات. يعني مثلا في مثال اعتقد ان احنا كاتبينه. ثواني. لا مش كاتبينه، يبقى انا هقوله لك. مثال ممكن يفهمك. ده من الامثله اعتقد ان موجوده معلومات اسرائيليه في كتاب المدرسه. قال لك والله ان انا، ده بيبين لك فكره الصيد الجائر للطيور او للحيوانات. ان انا مثلا عندي في احدى الدول كان في انتشار كبير لطائر البومه. فوالله كان عندي معدل كبير جدا من الطائر اللي هو البومه، وكان موجود بكثره في المنطقه ديت. فطبعا المزارعين شايفين ان البومه احيانا بتؤثر على المحاصيل الزراعيه بتاعتهم، فقال لك بس احنا هنقتل البومه، وقتلوا كميات كبيره جدا. حلو، المشكله اتحلت؟ لا، المشكله زادت سوء. ليه؟ لان البوم ده كان بيعتمد في غذائه على الفئران. فلما تقتل البوم ايه اللي يزيد؟ احسنت، معدل الفئران، فدمر البيئه. فبيقول لك فكره ان انا اخد كائن حي ادمره واقتله وما خلوش موجود، سلسله غذائيه هنا هتتدمر جدا طبعا. شوف مين كان بياكل البوم بقى، فساعتها برضه هو هيعاني من المشكله. طب ادخال كائن حي او اخراجه من بيئته او القضاء عليه، نفس الفكره بتاعت 4. لدرجه ان انا لو جبت كائن حي مش بيئته ودخلته بالعافيه هيدمر الدنيا. وده مثال تاني كان موجود عندك في الكتاب، معلومه اسرائيليه.
ان في استراليا قال لك والله ان هم لقوا ان دخلوا الارانب، يعني هم اوجدوا الارانب وجابوها عن طريق بقى اما الكشوفات الجغرافيه بقى والرحلات كانت بتيجي من اوروبا لاستراليا، فجابوا ارانب. فالارانب معروفه بايه؟ بالتكاثر السريع، فانجبت فلدرجه ان مره واحده الارانب وكان اعتقد الجمال كمان، الجمال مش بيئتهم واوجدوهم عن طريق الاوروبيين، فدخلوهم بيئه مش بيئتهم، فالارانب زادت جدا جدا جدا. فساعتها تعمل ايه؟ تروح تدور على حاجه تاكلها، فدمرت المحاصيل الزراعيه للمناطق كلها، ودخلت على الغابات واكلت من الغابات اللي هي الحشائش اللي ما بين الاشجار، ودي اصلا كان في كائنات تانية بتعتمد عليها، فادى لايه؟ ادى لتدمير النبات. وبعد كده الارانب اكلت كل حاجه وما لقيتش تاكل حاجه بعد كده وماتت، واللي كان بيعتمد على الحشائش اللي كانت اكلتها الارانب برضه مات، البيئه كلها اتدمرت لو دخلت كائن مش في بيئته مش مكانه. عشان كده بقول لك ايه؟ ادخال كائن حي او اخراجه من بيئته او القضاء عليه بيدمر البيئه. طب احنا كده اخذنا ايه؟ كده اخذنا اسباب اختلال التوازن البيئي. طيب عشان كده جغرافيه التنميه اللي احنا بندرسها بتحاول تتعامل مع الحاجات اللي ليها علاقه بالتدهور البيئي وتوجد توازن، نوجد التوازن اللي ربنا اصلا اوجده عن طريق ايه؟ تيجي جغرافيه التنميه، طبعا انا هشرح لك واقرا لك اللي موجود. بتيجي جغرافيه التنميه تقول لك يا جماعه يلا دوروا لي على الاماكن اللي بتعاني من مشكله، فوالله مثلا قلنا لها استراليا نتيجه للفكره بتاعت الارانب والجمال والحاجات ديت. فبس تيجي جغرافيه التنميه تشوف المكان، يا نهار ابيض ايه الكارثه اللي حصلت دي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فتقول لك اول حاجه تحدد اسباب المشكله. ده سبب المشكله ادخال كائن مش في بيئته، اول حاجه بنعملها ان انا اشوف سبب المشكله. رقم 2 العمل على حل المشكله، وان انا اضع حلول ليها بحيث استعيد واعيد التوازن اللي موجود. عشان كده بقول لك ايه؟ تقوم جغرافيه التنميه برصد التعديات البيئيه، يعني المشكلات اللي موجوده والاختلالات اللي موجوده في النظام البيئي، عشان تضع خطه وسياسه تنمويه شامله تهدف الى حمايه البيئه ومواردها من التلوث واعاده التوازن البيئي وحفظ حقوق الاجيال القادمه فيها. وعشان تحفظ حقوق الاجيال نفس الفكره، عندي مثلا مشكله في اسكندريه، اي مكان مثلا ممكن نقول استراليا، برضه استراليا الى الساحل الشرقي منها في شعاب مرجانيه بتموت. طيب يا مستر يبقى انا حددت مشكله، ده دور جغرافيه التنميه، تعرف المشكله سبب اختلال التوازن وتعرف سببه وتعرف التفاصيل بتاعته وتوجد حل نلحق الموضوع ونحافظ عليه عشان يستمر الاجيال القادمه. لان انا بحقق هنا فكره ايه؟ التنميه المستدامه. طب وذلك من خلال كذا حاجه. اول حاجه نشر الوعي، ازاي احاول احافظ على البيئه؟ نشر الوعي لدى افراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة. ومن هنا تقول لي يعني ايه الوعي البيئي؟ طيب قبل ما نروح للجزء ده لازم اعرفك يعني ايه وعي بيئي. ما المقصود بالوعي البيئي؟ الوعي البيئي ان افراد المجتمع اللي هو انا وحضرتك نبقى فاهمين اهمية وضرورة الحفاظ على العناصر البيئية كما هي دون اخلال. ده الوعي البيئي، وده اللي بيحصل ازاي؟ ان انا بعلمك الجغرافية التنمية وبشرح لك دلوقتي ان احنا بنعمله غلط وبيدمر البيئة، وده اللي بنضعه في المناهج التعليميه او عن طريق الحملات الاعلانيه. فبيقول لك الوعي البيئي ادراك افراد المجتمع باهميه المحافظه على البيئه وترشيد استخدام الموارد الطبيعيه ومنع او الحد من تدهورها او تلوثها. نفس فكره التنميه المستدامه، بس الانسان يبقى عارف معناها. الانسان عارف يعني ايه تنميه مستدامه ويحافظ على البيئه ويحافظ على عناصر النظام البيئي وما يوجدش تلوث، ده معناه الوعي البيئي. نرجع تاني للجزء اللي احنا بنتكلم عليه، اديني مثال للوعي البيئي او اديني مثال للحفاظ على البيئه او النظام البيئي. ان انا اعمل مثلا المحميات الطبيعيه، ان انا افعل نتائج وتوصيات المؤتمرات العالميه للبيئه، ان انا مثلا اي مؤتمر عالمي بيحصل انفذه، توصيه منه يعني قانون منه. اعمل محميات، الحاجه اللي عندي مهدده بالانقراض احاول ان انا احافظ عليها وما موتهاش. لقيت فعل غلط بحاول ان انا امنعه وان انا احافظ على المورد دوت، زي مثلا الزحف العمراني، لا 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 الغي لي بقى ووضع لي قوانين تمنع الزحف العمراني. قبل ما نروح للجزء الاخير عندي يلا نحل السؤال اللي معانا. اكد مؤتمر المناخ كوب 27 سنه 2024 على ضروره تفادي اضرار التغيرات المناخيه، وهنا تظهر اهميه دور ايه؟ والله حصل مؤتمر عالمي قال لك ده حصل في مصر، كان في شرم الشيخ، ان احنا لازم نتفادى التأثيرات المناخية السيئة ونتفادى أضرار التغيرات المناخية ونحط مجموعة من القوانين ونحافظ على البيئة. دي أهميتي. تنمية بشرية، جغرافية التنمية، التنمية الاقتصادية، الجغرافيا الطبيعية، طبعا ده بيدل على أهمية جغرافية
التنميه. ليه بيدل على اهميه جغرافيا التنميه؟ لان هو بيدل على ان احنا لازم نحافظ على البيئه، وده اللي بتدعو اليه جغرافيا التنميه. طب الحمد لله على السلامه يا بطل. انا كده خلصت 3 اجزاء من الدرس. فاضل لك ايه؟ فاضل لك الجزء الاخير من الدرس، اللي هو ايه الجزء الاخير؟ اللي هو الموارد. جزء فيه خرايط، وقلبي بيقول لي انك ما بتحبش الخرايط. اوعى تقولها، لان الخرايط مع بولين لها معنى تاني يا عزيزي. فاطلب من حضرتك تريح، خد بريك صغير، نفس الفكره، حاول تشرب حاجه، اشرب فنجان قهوه كده جميل، ونرجع ونكمل بعد ما نقول فاصل ونواصل. بفكرك تاني عشان تشوف باقي المراجعات بتاعتنا بشكل مجاني وبشكل منظم في مكان واحد، حمل ابلكيشن الخطه من اللينك في اول كومنت. اهلا بيك يا بطل في الفقره الاخيره والجزء الاخير من شرح الحصه بتاعتنا، اللي هو بيكلمني على الموارد ويعني ايه موارد وهنا بنبدا ندخل في الخرايط. طبعا من الدرس الجاي اللي هو الوحده الثانيه اللي هي بتتكلم بقى على نهر النيل، فهتاخد الخرائط بالتفصيل. لكن خلينا نقول ان هنا بيبدا معايا جزء للخرايط، وباذن الله تبقى احسن حد فيه. قبل ما اكلمك على فكره الموارد ويعني ايه موارد وتصنيف الموارد، في جزء عايز ااكد عليه من الجزء اللي فات، وهو احنا خدنا ايه في الجزء اللي فات؟ خدنا يعني ايه توازن بيئي، وقلنا هو بقاء مكونات النظام البيئي كما هي دون اخلال، وقلنا الوعي البيئي هو ان الاشخاص يكون عندهم وعي باهميه الحفاظ على البيئه، وقلنا تعريف اللي هو التدهور البيئي. طب وده اللي انا باكد عليه، ان احنا معانا تعريف مهم اسمه تعريف التدهور البيئي. وما المقصود بفكره التدهور البيئي؟ هو ان التاثير السلبي على البيئه من قبل الانسان، ده تعريف التدهور البيئي. التاثير السلبي على البيئه بما يغير من طبيعتها وخصائصها ويؤدي لاختلال التوازن ما بين العناصر ودمار البيئه. طيب ادخل على الجزء اللي بعده وهو الموارد. ده احنا خلي بالك تعريف التدهور البيئي احنا شرحناه بالتفصيل، بس احنا بوريك الجزء اللي انت هتشوفه ان شاء الله من الشرح لما تاخد الPDF دوت. طب الموارد يعني ايه موارد؟ هو انا هقول لك التعريف اللي انا بحب اقوله لنفسي. الموارد هو اي حاجه موجوده، اي حاجه اقدر اقول عليها مورد، اي حاجه فعلا. يعني مثلا ده مورد اسمه مورد بشري، قلم الانسان عمله، والتيشيرت مورد اسمه مورد بشري، والميه اللي هناك مورد اسمه مورد طبيعي. اي حاجه، بس هو عيب يعني في العلم نقول كلمه حاجه، بس انا هقول ايه؟ اي شيء يتقال عليه كلمه مورد. هو بيحب بقى يعرفه تعريف تاني، يقول لك المورد هو ثروات اكتشفها الانسان، حاجه اكتشفها الانسان. نروح للسلايد اللي احنا بنشرح فيه. طب حاجه اكتشفها الانسان او شيء اكتشفه الانسان ادرك اهميته وتمكن من استغلاله. حاجه اكتشفها الانسان، حاجه اخترعها الانسان، حاجه الانسان هو اللي بيعملها، عارف قد ايه مهمه وعايز يستغلها. طبعا مستر يعني انا امشي بانه تعريف؟ اكيد هنمشي بتعريف المنهج، بس انا وبيني وبينك لما اقول لك ايه؟ اي حاجه فعلا يقال عليها مورد. اي حاجه مورد. الكاميرا اللي بتسجلني دلوقتي مورد، وحضرتك مورد، اسمك مورد بشري، مورد انسان بني ادم. طبعا مستر بس انا هعتمد عليه، هعتمد على التعريف ده، ثروات اكتشفها الانسان وادرك اهميتها وقام باستغلالها. طب انا هصنف الموارد اللي انا بيني وبينك كلمه ايه؟ الحاجات وفقا ل3 تصنيفات: المصدر ومدى الانتشار والتجدد والاستمرار. مصدرها ساعتها هنا في مصدرها بقول الشيء ده او الحاجه دي طبيعيه ولا بشريه، يعني الشيء ده ربنا هو اللي اوجده ولا الانسان هو اللي عمله. مدى الانتشار يعني انا هيبقى في مدى الانتشار انا عندي بعض الحاجات اللي موجوده في اي مكان، وحاجات موجوده في نص العالم والنص التاني لا، وحاجات مش موجوده غير في كام مكان في العالم، ده اسمه مدى الانتشار. طب والتجدد والاستمرار، في اشياء هقول عليها متجدده وفي اشياء هقول عليها غير متجدده. متجدده يعني ايه؟ يعني بتفضل موجوده على طول ما بتخلص، زي الشمس مثلا، زي الهواء بيبقوا موجودين على طول. وحاجات بتخلص غير متجدده زي البترول والحديد والفحم وي دي تعتبر بالنسبه لي برضو غير ايه؟ غير متجدده. طب انا هبدا بقى تصنيف دلوقتي، انا هبدا بمصدر. تصنيف الموارد وفقا للمصدر. وفقا للمصدر انا عندي نوعين من الموارد، يا موارد طبيعيه يا موارد بشريه. مستر ايه حوار الموارد الطبيعيه وحوار الموارد البشريه؟ الموارد الطبيعيه هي الموارد اللي ربنا هو اللي اوجدها، الموارد التي وجدت دون تدخل من الانسان فهي هبه من الله، نعمه من ربنا لينا. انما الموارد البشريه هو كل ما يقوم به الانسان من انشطه
وما أنتجه من أشكال مختلفة، عمران ومعارف وتكنولوجيا وما يمتلكه من آلات وأدوات ومنشآت. حبيب قلبي، اسأل نفسك لما أقول لك دلوقتي المثال، مين اللي عمله؟ الله تصبح مورد طبيعي، الإنسان يصبح مورد بشري. طب اديني مثال. الموبايل يصبح مورد ايه؟ مين اللي عمله؟ الإنسان، مورد بشري. طب الهواء طبيعي. طب يا مستر انا بديك امثله سهله في الاول. الشمس طبيعي. التربه الزراعيه، لا اكتب بقى مستر، يعني هنا بقى محتاجين المورد. يلا بينا الكلمه اللي احنا بنحبها، المورد الطبيعي، المورد البشري. يلا بينا، اتفقنا. التربه الزراعيه تصنفها ايه؟ التربه ربنا هو اللي وجدها، خلاص يا مستر، يبقى التربه ده بالنسبه لي مورد طبيعي. المعادن ومصادر الطاقة، المعادن ومصادر الطاقة زي ايه؟ زي الحديد ومصادر والبنزين واللي هي مصادر الطاقة والمعادن. يعني عموما المعادن زي حديد وذهب وفوسفات. مصادر الطاقة زي البترول والغاز والفحم. أي معادن أو أي مصادر طاقة صنفها يا أستاذ إن دي حاجة طبيعية. جبال، هضاب، سهول، أنهار، مصادر طبيعية. مناخ، أمطار، رياح، موارد طبيعية. كل دي موارد طبيعية. طب مثلا لو قلت لك الحته المهمه بقى، المحاصيل الزراعيه، محاصيل زراعيه زي القمح، القطن، تصبح بالنسبه لي موارد بشريه. ازاي يا مستر؟ المحاصيل الزراعيه دي طلعت من الطين، يعني حاجه ربنا اللي اوجدها، ما اكيد هو باذن من الله، لكن مين اللي زرع؟ اللي زرع القطن والقمح والقصب واي محصول تقابله الانسان، هو اللي وضع البذر في الارض، وربنا اللي اراد واشاء. بس هنا هصنفه ايه؟ هصنفه مورد بشري. طب الغابات مورد ايه؟ لا يا مستر، الغابات دي طلعت لوحدها، حاجه طبيعيه، الانسان ما زرعش غابات، الغابات دي حاجه من عند ربنا بتصنف مورد طبيعي. طب الحشائش زي السافانا، ركز، زي الستبس، زي المراعي، زي الجليد، الحاجات دي كلها، التندرة، الحاجات دي كلها موارد طبيعيه. عرفت ازاي تفرق ما بين الطبيعي والبشري؟ حاجه عملها الانسان بشري، حاجه ربنا اللي اوجدها هي اللي طبيعي. طيب نيجي بقى لمدى الانتشار، ودي اكتر جزء او ده اكتر جزء مهم ومحتاج تركيز منك. انا عارف ان انت خلاص تعبت، بس كمل، الدرس مهم ودي اكتر حته مهمه. طيب وفقا للانتشار انا هصنفها كذا حاجه. عندي موارد اسمها واسعه الانتشار، موارد بسميها متوسطه الانتشار، موارد تانية بقول عليها محدودة الانتشار، موارد محدودة جدا في الانتشار اللي أنا بقول عليها النادرة. 4 تصنيفات: واسعة، متوسطة، محدودة جدا. واسعة معناها موجود في كل دول العالم، في جميع أنحاء العالم، في كل حتة في العالم، في كل شبر في العالم. طب متوسطة يعني موجودة في نص العالم ونص التاني لا، كم نص الدول ونص الدول التانية لا. طب محدودة، كم دولة؟ طب محدودة جدا ونادرة، ده هي ممكن تكون دولتين بقى، يعني قليلة قوي قوي. والطالب الشاطر اللي يعرف يصنف التصنيفات دي، واقول لك على سر بس يفضل بيني وبينك، موجودة في الامتحان وهتجيلك في الامتحان. طيب يلا بينا. اولا موارد واسعة الانتشار. واسعة الانتشار يعني موجودة في كل مكان في العالم، ودي زي الهواء والاشعة الشمسية. الهواء والاشعة الشمسية طبعا، الهواء موجود في اي مكان في العالم، واشعه الشمس موجوده في اي مكان في العالم، فكل دول العالم فيهم هواء واشعه شمسيه. طب الهواء والاشعه الشمسيه لما تيجي تصنفهم واسعه الانتشار. تعال بقى للمتوسطه واقول لك ازاي تحفظها، لان المتوسطه رخمه سيكه. طب المتوسطه بيقول لك تختلف نسبه انتشارها واهميتها النسبيه من منطقه للثانيه. والله هي انتشارها واهميتها النسبيه تختلف من مكان للتاني. اوكي، زي التربه الزراعيه، زي الغابات، زي المراعي، زي الثروه السمكيه. لا يعني انا هحفظها ازاي دي بقى؟ تربه وغابات ومراعي وثروه سمكيه. اسهلها لك، اي حاجه ليها علاقه بالزرع باللون الاخضر، اي حاجه ليها علاقه باللون الاخضر، اعرف ان انا بتكلم على موارد متوسطه الانتشار. يعني هو ايه اللون الاخضر؟ تربه، هي طينه طبعا سودة بس بيتزرع عليها، التربه، عمليه الزراعه اهو. طب والغابات والمراعي، المراعي اللي هي ايه؟ المراعي دي اللي هي السافانا، المراعي دي اللي هي الاستبس، المراعي دي اللي هي البراري.
ده اللي هي حشائش الستبس بس باسم تاني في دوله تانيه. الغابات، اي اسم غابه يجيبها لك، اي اسم غابه، الغابات الاستوائيه، الغابات الصنوبريه، الغابات المخروطيه، الغابات النفضيه، اي اسم تربه، التربه السوداء، التربه البنيه، التربه البيضاء، اي تربه. طب بيكلمك على المراعي، الستبس، السافانا، البراري، التندرا، حشائش. اعرف ان كل دي اسمها موارد متوسطه الانتشار. اهو اي حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالزرع واللون الاخضر مع التربه الزراعيه، اضافه للثروه السمكيه، الاسماك. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالزرع او اللون الاخضر والاسماك صنفها لي موارد متوسطه. ما تقلقش، في الاخر هعمل لك السبوره اللي هي الزيتونه ديت. طيب الجزء اللي بعده الموارد محدوده الانتشار. محدوده يعني ممكن نقول ايه؟ موجوده في جزء من العالم، جزء قليل. طيب زي ايه؟ زي، اسهلها لك، اكتب لك الزيتونه اللي هقولها: اي معدن او اي مصدر طاقه. بس اي حاجه بتخرج من الارض كمعدن ومصدر طاقه تعتبر محدوده الانتشار، زي المعادن، زي مصادر الطاقه اللي هي البترول والغاز الطبيعي والفحم. ساعتها الحاجات دي كلها تصنف معايا محدوده الانتشار. زائد الميه العذبه، واقصد بالميه العذبه الانهار او البحيرات العذبه مثلا. ساعتها الحاجات دي كلها تعتبر بالنسبه لي محدوده الانتشار. طب من الاول، واسعه الانتشار: الشمس والهواء. الهواء ده اللي انا اقصد بيه ايه؟ الغازات، الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون. طب والشمس اقصد بيها اشعاع شمسي ولا اشعاع ارضي؟ اشعاع شمسي لو جاي لي. طب تعالى بقى للمتوسط الانتشار. متوسط الانتشار يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على اي حاجه فيها زرع وسمك. زرع وسمك زي التربه والغابات والحشائش والاسماك، الثروه السمكيه. طب النقطه اللي بعدها وهي الموارد محدوده الانتشار. انا كنت طبعا السلك بيكعبني. محدوده الانتشار، ايه هي موارد محدوده الانتشار؟ اللي هي اي حاجه ليها علاقه بالمعادن ومصادر الطاقه والميه العذبه زي الانهار والبحيرات. سهله جدا، خلي بالك سهله. وتضيف معايا الميه الجوفيه بالمناسبه، وتضيف هنا الميه الجوفيه، ما هو ميه عذبه، الجوفيه جزء منها عذب. طب مثال قبل ما اروح بقى للمحدود جدا، او سؤال: تعتمد التنميه الاقتصاديه في دول الخليج العربي على مورد ايه؟ هي دول الخليج العربي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي. طب انا لسه مصنف البترول كمصدر طاقه هو والغاز، يعني موارد ايه؟ كان الثالث واسع، متوسط، محدود. اذا انا بتكلم على الموارد دي محدوده الانتشار. يلا بينا. موارد محدوده الانتشار جدا، محدوده الانتشار جدا، يعني انا بتكلم على موارد ايه؟ نادره. نادره يعني مش موجوده غير في كم مكان بس. طيب زي ايه؟ اولا بيقول لي حيث يندر وجودها بدرجه كبيره فهي تتركز في مناطق محدوده. 4 معادن، ودول انا هشرحهم لك دلوقتي بتفاصيل التفاصيل. 4 معادن: الماس، زئبق، نيكل، نترات. الحته دي بتبين 2 من الاشخاص الحته اللي انا هشرحها. هتبين المدرس الشاطر جدا اللي يعرف يبسطها لك، وهيبين لك المكان اللي انت بتتفرج عليه زي منصه الخطه اللي بتوفر لك المدرس الشاطر، وتبين لك الطالب الشاطر اللي هيفهمها بسهوله، واوعدك هتفهمها. نادر جدا، يعني المعدن ده موجود في دوله دولتين، نادر قوي. وبالمناسبه هقول لك على سر يفضل بيني وبينك: طول ما الحاجه نادره وطول ما المورد نادر جدا وقليل قوي تزداد ويزداد عليه النزاع. كلما نادر المورد والمورد بقى نادر جدا كلما ازداد النزاع عليه، لان الحاجه دي نادره قوي. مين بيتعارك على الشمس؟ بس شوف مين بيتعارك على الالماس، او مين هيتعارك على البترول، مع ان عركه الالماس اكتر من عركه البترول لانه اكثر ندره. في معايير تانية بتحكم طبعا في الموضوع ده. طب انا عندي 4 معادن، 4 معادن نادرين قوي. مستر انا زهقت منك الصراحه يا ابني، ما تتنرفزش يا ابني. انت مش قلت لي يا مستر اي معدن يبقى نادر الا ال4 دول؟ لو شفتهم اسمهم نادر جدا، نادر جدا او محدود جدا. مستر يعني بترول واي معدن اشوفه قدامي اقول عليه محدود. محدود مش نادر، محدود. طب ال4 دول لو شفتهم هتقول محدود جدا او نادر. طيب يا مستر اللي هم ايه؟ الماس، نيكل،
زئبق، نطرات. ابدا الاول بالالماس، معدن من المعادن النفيسه وموجوده عندي في دولتين. الدولتين لازم تحفظ اساميهم ومكانهم على الخريطه. دوله في نص افريقيا اسمها دوله الكونغو الديمقراطيه، الكونغو الديمقراطيه. ودوله في جنوب افريقيا اسمها دوله الكونغو، دوله جنوب افريقيا. معلش، دوله في نص افريقيا، انا هنكت طبعا زيك. الدوله اللي في النص اسمها دوله الكونغو الديمقراطيه، والدوله اللي تحت اسمها دوله جنوب افريقيا. معنى كده ان القاره المنتجه لمعدن زي الالماس قاره افريقيا، والدولتين دوله الكونغو الديمقراطيه ودوله جنوب افريقيا. ده معدن ماله محدود جدا ونادر. طب اللي بعده معدن تاني اللي هو الزئبق، ودي دوله معايا بس هي اللي منتجه للزئبق، ودي من المعادن او ده من المعادن اللي بيدخل في الصناعات الكيميائيه والعلاجيه. ودوله مين؟ دوله اسبانيا في قاره اوروبا. طيب المعدن الثالث معدن النيكل، والنيكل ده موجود في دوله واحده اللي هي دوله كندا في امريكا الشماليه. انا هقول لك ازاي تحفظهم دلوقتي وازاي الاسئله تيجي فيهم، اتقل عليا. طب والمعدن الرابع اسمه معدن النطرات، ودي من المعادن اللي بتدخل في الصناعات الكيميائيه واللي مشهوره بيه دوله في امريكا الجنوبيه طويله اسمها دوله شيلي. من الاول يلا بينا. انا عارف ان انت ما فهمتش غير بنسبه 50%. يجي بقى نكملهم 100%. الاول المعدن اللي مشهوره بقاره افريقيا معدن الالماس. كم دوله موجود فيها الماس؟ 2. كونغو ديمقراطيه في النص، وجنوب افريقيا في اقصى جنوب القاره. طب دول اللي معاهم الماس. مين المعدن اللي بعده؟ الزئبق، وده اللي موجود في قاره اوروبا في دوله اسبانيا في اقصى جنوب غرب اسبانيا. طب المعدن الثالث نيكل، والنيكل في كندا، وده قاره امريكا الايه؟ الشماليه. طيب احفظ ازاي النيكل؟ كاف نيكل كاف كندا، كاف نيكل كاف كندا. فلما يقول لي مين الدوله المشهوره بالنيكل هقول له كندا اللي في امريكا الشماليه. طب يا مستر النطرات، يبقى انا بتكلم على امريكا الجنوبيه، وانا هنا بتكلم على مين؟ شيلي، ودوله من دول امريكا الجنوبيه. طب مستر الاسئله بتيجي ازاي؟ 1. ايه المعادن اللي موجوده في العالم القديم؟ انا بقول لك الاسئله اللي هنقابلها. مستر الاول قول لي مين هو العالم القديم، وانا اقول لك حبيب قلبي شايف كده؟ ده كده العالم القديم. 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا. كم معدن نادر او محدود جدا موجود في ال3 قارات دول؟ مستر هو مفيش غير الالماس اللي موجود في الكونغو وجنوب افريقيا، والزئبق اللي موجود في اسبانيا. اذا يوجد معدنان في العالم القديم، ايه هما؟ الالماس والزئبق. طب كم معدن في العالم الجديد؟ يبقى هنا العالم الجديد امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا والقاره القطبيه الجنوبيه. معايا 2 نيكل ونطرات. نيكل في امريكا الشماليه كاف نيكل كاف كندا، والنطرات اللي موجوده في دوله ايه؟ موجوده في دوله شيلي. ماشي، ده اول سؤال بساله لك. 2 في العالم القديم و2 في العالم الجديد. كم معدن موجود في نصف الكره الشمالي؟ مستر ايه اللي بيفرق نصف الكره الشمالي عن نصف الكره الجنوبي؟ دايره الاستواء. في ادي دايره الاستواء كم معدن فوق؟ ده انا شايف الزئبق فوق 1، والنيكل فوق 2، وجزء من الكونغو فوق. يبقى كده ايه؟ 3. عندي 3 معادن موجودين في نصف الكره الشمالي. ما الكونغو الديمقراطيه موجود منها جزء فوق. طب كم معدن موجود في نصف الكره الجنوبي؟ اولا الالماس، يبقى كده 1، والنطرات 2. طيب يا مستر، طب السؤال بعده او من الاسئله اللي برضو اللي محتاجه تفكير، كم معدن موجود في نصف الكره الشرقي وكم معدن موجود في نصف الكره الغربي؟ مستر هو ايه اللي بيفرق نصف الكره الشرقي عندي عن نصف الكره الغربي؟ خط جرينتش. طب اولا كم معدن موجود في نصف الكره الشرقي؟ ساعتها مستر بيبقى معايا، بص الطالب الشاطر، 2، لان انا معايا اولا الالماس وده اللي موجود عندي في افريقيا، وفي حته من اسبانيا في نصف الكره الشرقي برضو. يبقى ساعتها معدنين اللي هم الماس وزئبق. الماس وزئبق، لان انا معايا ايه؟ معايا اسبانيا موجود جزء منها في نصف الكره الشرقي 2. طب تعالى بقى لنصف الكره الغربي، برضو معايا 2 اللي هم كندا اللي هو النيكل، والشيل اللي هو ايه؟ والشيل اللي هو معدن النطرات. يبقى 2 و2. طب مستر هل لو جابها لي في سؤال اختيارات
هتعمل 2 و2. والله انا بقول لك نصيحتي تعمل وفقا للسؤال، لان هنا ممكن في بعض الاسئله يقول لك لا انا معتمد ان الطالب شايف اسبانيا كلها في الغرب، فساعتها ممكن يعتمد يقول لك لا ده 3 زئبق ونيكل ونطرات وواحد بس اللي في الشرق. بس انا بقول لك اهو كواحد بتاع جغرافيا ومتخصص جغرافيا، اسبانيا في حته منها اللي هو اقليم كاتالونيا في الشرق بيبقى 2 و2، لكن احيانا في بعض الاسئله يقول لك والله لا ده 3 و1. طب الحته الاهم دلوقتي احنا هنعمل حاجه كويسه جدا، وهي الحاجات اللي انت بتحبها، وهو الخلاصه في الموارد. الزتونه في الموارد، وانا هقسم هنا الموارد للاربع تصنيفات اللي احنا خدناهم: موارد واسعه الانتشار، ثم موارد متوسطه في الانتشار، ثم موارد محدوده في الانتشار، وموارد محدوده جدا او نادره. نرجع تاني يا ربي معلش، الزتونه تاني: موارد واسعه الانتشار، ثم موارد متوسطه في الانتشار، ثم موارد محدوده في الانتشار، ومحدوده جدا او نادره. طب يلا ركز معايا. اولا واسعه الانتشار لما جينا شرحناها قلت لك خلي بالك دي حاجات موجوده في كل مكان في العالم، واشهر 2 الشمس، الاشعاع الشمسي، والهواء. والهواء ده يقصد بيه الغازات اللي هتبقى موجوده في الجو زي الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والنيتروجين، ده كده واسع الانتشار. طب متوسطه في الانتشار يبقى انا بتكلم على حاجه ليها علاقه بالزرع وحاجه ليها علاقه بالسمك، زرع وسمك، ميزها كده. طب الزرع ده اللي هو معناه ايه؟ تربه، معناه غابات، معناه حشائش لون اخضر يعني. طب اي غابه يسالني عليها: غابات نفضيه، غابات صنوبريه، غابات مخروطيه، حشائش، سافانا، استبس، تندرا، الحاجات دي كلها بالنسبه لي متوسطه. طب تربه زراعيه متوسطه، الثروه السمكيه متوسطه. طب تعالى بقى للموارد الايه؟ المحدوده. ولما اتكلم على الموارد المحدوده يبقى تركز، محدوده يبقى انا بتكلم على معادن، اي معدن يجيبهولك، اي مصدر طاقه يجيبهولك، ومياه عذبه. خلاص يبقى معادن ومصادر طاقه وميه عذبه. طب مستر اي معدن، حديد، نحاس، قصدير، معادن، مصادر طاقه، بترول، غاز، فحم، ميه عذبه، انهار، بحيرات عذبه، كل ده محدود. طب مستر 4 معادن بس هم اللي يهموني في النادره، تخلي بالك منهم، يعني اي معدن الا ال4 دول اللي هم الماس او سمعك ممتاز الزئبق او النيكل والنطرات. دول يعتبروا بالنسبه لي محدودين جدا ونادرين. طب يا مستر مين اللي كان مشهور بالالماس؟ جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطيه. مين اللي كان مشهور بالزئبق؟ اسبانيا في قاره اوروبا. النيكل كافنيكل كاف كندا. طب النطرات شيلي في امريكا الجنوبيه، يبقى دي قاره امريكا الجنوبيه، دي قاره امريكا الشماليه، دي قاره اوروبا، دي قاره ايه؟ افريقيا. يبقى انا ما كانش معايا حاجه في اسيا ولا استراليا. طب هيسال فيهم ازاي يا قلبي؟ الالماس والزئبق موجودين في العالم القديم، النيكل والنطرات موجودين في العالم الجديد. دي كده الزتونه في الموارد. انا كده خلصت معاك الجزء بتاع الموارد، شرحناه بالتفصيل، شرحناه على الخريطه، والجزء اللي بعده هو الموارد حسب التجدد والاستمرار. انا كده خلصت معاك الموارد في الجزء بتاع اللي هو الطبيعي والبشري حسب التصنيف، المصدر يعني، بعد كده حسب الانتشار. تعال بقى للتجدد والاستمرار. موارد متجدده وموارد غير متجدده. ايه هي يا مستر الموارد المتجدده؟ هي الموارد التي لا تنفذ بالاستهلاك وتظل متجدده، لا تنفذ. طب يا مستر زي ايه؟ زي الهواء، زي الشمس، زي المطر. الحاجات دي كلها تصبح بالنسبه لي حاجات متجدده. عشان كده اقول لك ايه مثلا الكهرباء عن طريق الشمس اكتر نظافه واكثر استمراريه، او الكهرباء عن طريق طاقه الرياح اكثر نظافه واكثر استمراريه. فعشان كده بيعرف لك الموارد المتجدده لا تنفذ بالاستهلاك، تتجدد باستمرار. طب يا مستر زي الميه، زي عناصر الغلاف الجوي، الغازات اللي موجوده في الغلاف الجوي كلها، او زي الغطاء النباتي، الحشائش والغابات، وزي الامطار، زي اشعه الشمس،
الحاجات دي كلها مالها متجدده. النقطه اللي بعدها تعالى بقى للموارد الغير متجدده، والغير متجدده هي الموارد القابله للنفاذ والتي تنفذ باستهلاك الانسان وموجوده بكميات جوه الارض. واقول لك على حاجه، اي حاجه جوه الارض، اي حاجه جوه الارض تعتبر غير متجدده. اي حاجه جوه الارض غير متجدده زي الفحم، البترول، الغاز، المعادن، الميه الجوفيه، مع ان انا لسه هقول لك ان الميه الجوفيه في منها متجدد وفي منها غير متجدد الدرس الجاي، بس خلينا نقول ان اي حاجه عموما تحت الارض وجوه الارض تصبح غير متجدده. وهنا تظهر القيمه النفعيه لجغرافيه التنميه، ان هي تدرس الموارد فبتعمل على تقييم ومتابعه اساليب استخدام الموارد. يعني ايه؟ يعني بيقول لك والله ان جغرافيه التنميه بتبدا تدرس كل مورد وتشوف قد ايه استهلاكه واستغلاله. لو لقيت ان استهلاكه واستغلاله بمعدلات كبيره بتعرف على طول ان انا هنا عندي افراط او عندي سوء استخدام او سوء استهلاك، فبتبدا تضع خطه مناسبه للموضوع ده. فبيقول لك ايه؟ تظهر القيمه النفعيه لجغرافيه التنميه في دراسه الموارد بانواعها، بتقوم بتقييم ومتابعه اساليب استخدام الموارد بانواعها والحفاظ عليها واستثمارها بشكل يشبع حاجه الشعوب في الحاضر والمستقبل عشان تحقق فكره التنميه المستدامه. الحمد لله على السلامه يا بطل. انا كده خلصت معاك درس الموارد ودرس البيئه. اتكلمنا على كذا حاجه مهمه، اتكلمنا على نقط بتحولك وتاسسك في الدرس. وخليني اقول للمره الواحد ومليون او مليون وواحد اي مكان، ان احنا بنحاول نعمل لك اعداد كويس جدا لفتره ثالثه ثانوي، انك تكون طالب بيفكر وبيحاول ان هو يقرا السطر والمعلومه لنفسه ويستفيد منها. اتمنى يكون الشرح كان جميل ولذيذ بالنسبه لك. انا كده ما سبتكش، انا لسه قاعد اهو، الكرسي هناك اهو، انا لسه معاك في حصه الافكار، حصه الحل، عشان تبقى فاهم وانت وبتحل معايا بتكمل المعلومه. 50% شرح 50% حل، كملناهم وصلنا لل 100%. فاستنى حصه الحل وافكار قويه جدا جدا، بعد كده الاقي حصه الافكار، بعد كده حصه الواجب بالنسبه لنا، ودي اللي انا هكون معاك باذن الله في كل سؤال فيها، وبعد كده هيكون معاك الامتحان. وشوفك على خير يا بطل. لا مش فاصل ونص، اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.